السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعي الأعزاء. واليوم أقدم لكم أبرز وأهم الأخبار عن المنتخب الوطني المغربي بكل مصداقية كما عودناكم. بدون إضاعة للوقت، دعونا نبدأ مباشرة. نبدأ حديثنا عن اللاعب الشاب حمزة أكمان الذي أصبح محور اهتمام الصحافة العالمية. دعونا نترك جانبا الأهداف التي سجلها والضجة الإعلامية المحيطة به، ونركز على بعض التفاصيل التي ربما غابت عن الكثيرين. اللاعب حمزة أكمان تألق بشكل لافت في فريقه رينجرز الاسكتلندي، لدرجة أن الصحف البريطانية الشهيرة مثل الجارديان ومين سكاي سبورتس تحدثت عنه. صحيفة الجارديان وصفت أداءه بأنه استثنائي، في حين قالت سكاي سبورتس إنه اللاعب الذي يجذب أنظار الأندية الإنجليزية الكبيرة. حتى صحيفة بي بي سي كتبت عن إنجازاته، مشيدة بتطوره الكبير على المستويات الفنية، التكتيكية، وحتى البدنية. حمزة أكمان البالغ من العمر 22 عاماً سجل 11 هدفاً مع فريقه منذ انضمامه الصيف الماضي. مدربه أشاد بتقدمه السريع، مشيراً إلى ذكائه ورغبته المستمرة في التعلم. هذا التألق دفع الصحافة إلى الضغط على المدرب وليد الركراكي لضمه إلى صفوف المنتخب المغربي. اللاعب يتم مقارنته بأساطير مثل ديدييه دروغبا، وأندية كبرى مثل إيفرتون ونيوكاسل أبدت اهتمامها بالتعاقد معه. ومع ذلك، عقد اللاعب مع رينجرز ممتد حتى عام 2029، وقيمته التسويقية الحالية تبلغ 2.5 مليون يورو فقط، مما يجعل انتقاله المحتمل معقداً. الطاقم الفني للمنتخب المغربي قام بزيارة إلى اسكتلندا لمتابعة اللاعب عن قرب، وهناك تكهنات بإمكانية استدعائه في المعسكر القادم للأسود الأطلس. انضمام حمزة أكمان إلى المنتخب قد يرفع من قيمته السوقية بشكل كبير، ويمنحه فرصة التواجد على الساحة الدولية. ننتقل إلى نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي، الذي يستمر في إبهار الجميع بأدائه المميز. في مباراة باريس سان جيرمان الأخيرة ضد موناكو، لعب حكيمي دورا حاسما في تحقيق الفوز. تصريحات حارس مرمى مارسيليا عنه جاءت ملفتة، حيث وصفه بأنه أفضل لاعب في الدوري الفرنسي حاليا رغم المنافسة الشديدة بين الفريقين. هذا الإشادة من الخصوم تؤكد المكانة العالمية التي يتمتع بها حكيمي، الذي يعتبر نجم المنتخب المغربي الأول بجانب لاعبين آخرين مثل نصير مزراوي، ياسين بونو، وحكيم زياش. نختتم حديثنا مع يوسف النصيري، الذي يواصل تقديم أداء رائع مع فريقه فنربخشة التركي. اللاعب سجل أهدافا حاسمة في المباريات الأخيرة، مما يضعه في منافسة قوية داخل المنتخب الوطني، خاصة في ظل وجود أسماء لامعة مثل سفيان رحيمي وحمزة أكمان. النصيري، الذي كان المهاجم الأول للمنتخب لفترة طويلة، يواجه الآن تحدياً جديداً للحفاظ على مكانته الأساسية في ظل المنافسة الشديدة.